بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك والمصري، المصري والزمالك، مباراة هنلتمس العذر لأن دي فيها صراع على الوصول للأول والتاني. طبعا المصري أهم حاجة إنه ما يخسرش، الزمالك أهم حاجة إنه ما يخسرش. المصري بقى له 5 بونت، الزمالك بقى له على فكرة احنا بنبص كده عشان صلاح لسه جاب جون، يعني مبروك لصلاح، والليفربول بقى 2-1. المهم يعني فلا الزمالك عايز يخسر ولا المصري عايز يخسر، ودي احسن حاجة تفيد الفريقين، يعني دي احسن حاجة للفريقين ان هما الاتنين يوصلوا مع بعض، وملناش دعوة لا بلاك بولز ولا انيمبيا ولا كل الاونطة دول، يعني ملناش دعوه بيهم. فالنهارده التعادل كويس، تعادل حلو لمصلحه الفريقين. ولكن انا هنا بتكلم بقى على نادي الزمالك. المعلم جروس، انت ايه اللي عاجبك في حسام اشرف؟ يعني بصراحه يعني كده الشوط الاولاني الزمالك بيلعب ناقص واحد، ولغايه الدقيقه 60 الزمالك بيلعب ناقص واحد، ومش حاسين لا بفيرود ولا بامكانياته ولا بمهاراته ولا بتسديداته ولا بالهيدرز بتاع، مش حاسين باي حاجه، حاسين ان في واحد سلبي يعني زيه زي مشلاك، بل بالعكس مشلاك لما نزل حرك الدنيا عن مصطفى شلبي، يعني خد 2 كورنر مصطفى شلبي ما عملهمش. ولكن يعني انا مش عارف برضو، هرجع واقول لامير عزمي مجاهد، يا امير انت فنياتك عالية، لما الراجل يجي يحط حسام اشرف او اي حد غلط في المكان انت اللي تنبهه يا امير، قول له لا احنا دلوقتي عايزين نكسب، احنا نلعب. المقاتل نزل او جري وبقى ياخد كورنر ويضغط على ده ويضغط. حسيت ان بقى في فيرود، برغم ان ما فيش كور اتلعبت له كتير، ولكن حسيت ان في حد قدام، في فيرود بجد. ف يعني المباراه ما فيهوش فنيات غير الكره بتاعت عبد الله السعيد اللي هو طبعا رقص وحطها وشالها خالد صبحي من على الخط، والتانية اللي هي بتاعت الروج اللي هو شاطها ومشيت من جنب القائم اللي طلعت كورنر، اللي خدها بصدره ولف وحطها وجت في رجل المدافع بتاع الزمالك وطلع كورنر. وكان في واحده قبلها لخالد الغندور برضو اللي هو عملها ار2 اللي هي لو واطيه شويه كانت دخل الجون. هم دولت ابرز حاجه في المباراه في طول ال 90 دقيقه بالوقت بدل الضايع يعني. فمبروك لنادي الزمالك ومبروك للنادي المصري، البونت لكل فرقه مبروك ليهم. ويعني ان شاء الله الماتشين اللي جايين بقى سواء للزمالك او للمصري ان هم يكسبوا عشان يوقعوا الفرقتين التانيين، والاتنين يوصلوا مع بعض ان شاء الله، وتبقى حاجه كويسه للكوره المصريه باذن الله. ومبروك النهارده كمان لبيراميدز، النهارده عمل مباراه رومنتادا عاليه جدا، كان خسران 1-0 لغايه الدقيقه حاجه و70 حاجه و80، وبعد كده مصطفى فتحي ثم ابراهيم عادل جاب جون عالمي، ومصطفى فتحي جاب جون عالمي. فبصراحه حاجه تشرف يعني. والاهم من كل ده مبروك لصلاح اللي هو جاب جون النهارده، وحاجه تفرح يعني. ماشي، ان شاء الله نشوفكم في فيديو قريب باذن الله. السلام عليكم. ده زي ما حضراتكم سمعتم كان تعليق رضا عبد العال على تعادل الزمالك والمصري النهارده بدون اهداف في الكونفدرالية. طبعا الكلام طبعا ان الزمالك والمصري التعادل كويس ليهم هما الاتنين. فيعني اصبح كده الزمالك عنده 8 نقاط والمصري عنده 5 نقاط. وبس المشكلة ان الزمالك يعتبر يعني بنسبة كبيرة هو اللي ضامن التأهل، لكن المصري في طبعا فرقتين تحتيه بقى كل فريق 4 نقط، فطبعا هتبقى برضه مهمة لسه محسمتش بالنسبة للنادي المصري. لكن نادي الزمالك بنسبة 90% وخلاص صعد من المجموعة بتاعته. حتى يعني حتى لو أي فرقة كسبت من الفرق اللي تحت توصل ل7 نقاط، فالزمالك هو بنسبة كبيرة هو اللي يعتبر نسبته للصعود عالية. وده كان طبعا تعليق رضا عبد العال. وطبعا رضا عبد العال النهارده كان فرحان لنادي الزمالك وهاجم جروس طبعا كعادته، بس هو كان فرحان وما هاجمش الزمالك النهارده، وقال ان التعادل في حلو للفريقين. ما طبعا ما زودش ما خبطش طبعا في المدرب ولا في اللعيبه زي ما بيعمل مع النادي الاهلي. فهو ده رضا عبد العال زي ما حضراتكم سمعتوا تعليقه على مباراة الزمالك والمصري.
يا ريت حضراتكم لو ليكم اي تعليق على كلام رضا عبد العال على مباراة الزمالك والمصري تكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.